جعلنا مسلمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله ولك الثناء والجلال والجمال والبهاء كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن أقمتنا في مثل هذه المجالس الملائكية. اللهم لك الحمد أن جمعتنا مع عبادك الذاكرين. اللهم لك الحمد أن جعلتنا مع زمرة عبادك الراكعين الساجدين، ومع هؤلاء الشباب الذين اختاروا أن يكون طريقهم وسلوكهم إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على مائدته وعلى ذكره وشكره أن يجمعنا على حوض نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا ويحشرنا في زمرة عباده الذين اتقوه، وفي زمرة عباده الصالحين، ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزاحمهم الركب بالركب إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا في مثل هذه المجالس، وأن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة الكبيرة، وهي نعمة ذكر الله تبارك وتعالى. أن حبب الله إلينا هذه المجالس المباركة، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن اختارنا إلى مثل هذه المجالس المباركة، مجالس الصفاء، مجالس الذكر، ومجالس الفكر، ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس تدارس القرآن وقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. نعم يا أحباب، هذه مجالس الصفاء التي هذه الكلمة أخذت من صفاء القلوب. عندما صفت قلوبهم سموا بالصوفية. ومن هم الصوفية؟ وما هي الصوفية؟ يقول الإمام النووي، أنا دونت قواعد قعدها لنا الإمام النووي، قال: وللتصوف قواعد خمس قواعد هي من أركان التصوف كما قال الإمام النووي. وأول هذه القواعد، أول شيء قال: تقوى الله في السر والعلن. لازم كلنا نحفظ يا شباب هذه القواعد. تقوى الله في السر والعلن. ثانيا، اتباع السنة بالأقوال وبالأفعال. اتباع السنة بالأقوال وبالأفعال. ثالثا، الإعراض عن الخلق بالإقبال والإدبار. رابعا، الرضا عن الله تبارك وتعالى في القليل والكثير. خامسا، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن. هذه قواعد 5 يا أحباب، قعدوها أركان الصوفية وأقطاب الصوفية، ومنهم الإمام النووي في كتابه المقاصد ذكر هذه القواعد 5، ثم قال فيها:
وأصول التصوف 5. أول شيء ذكر فيها تقوى الله بالسر والعلن. ما معنى تقوى الله بالسر والعلن؟ قال هي الورع والاستقامة. هي الورع والاستقامة، أن تكون ورعا، تتنزه عن أن تقع في الشبهات، تتنزه أن تقع في الحرام وإن كان من الصغائر، وإن كان من الصغائر. من الورع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تقيأ من لقمة الحرام. سيدنا أبو بكر عندما جاءه غلام بطعام وكان ثمنه قد تكهن لأناس ثم أعطوه هذا الثمن، فسأل سيدنا أبو بكر من أين جئت بهذا الطعام؟ قال والله أناس تكهنت لهم ثم أعطوني نقودا ثم اشتريت لك به هذا الطعام. كان سيدنا أبو بكر قد أكل منها لقمة. قام سيدنا أبو بكر ووضع يده في فمه وصار يتقيأ ثم يتقيأ وكاد أن يخرج كبده في اللقمة. قالوا له يا أبو بكر هي لقمة واحدة، يعني أنت كنت أن تخرج كبدك بهذه اللقمة. قال والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا بكبدي لأخرجتها. لولا أن تخرج هذه اللقمة إلا بكبدي لأخرجتها. لما يا أبا بكر؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جسد نبت من سحت النار أولى به. جسد نبت من سحت النار أولى به. نعم هذا من الورع يا أحباب. لقمة، أتدرون لماذا؟ لأن اللقمة من حرام 40 يوما يكون حاجزا بينك وبين الله. لا يقبل الله لك دعاء 40 يوما، لقمة من حرام. لا يقبل الله لك دعاء ولا ترتفع لك صلاة ولا يرتفع لك عمل صالح. لماذا؟ لأنك أكلت لقمة من الحرام. فإذا علينا أن نتورع عن الحرام. شاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أصحابه، قال يا رسول الله آمنت بك وصدقت بكتابك وآمنت بكل ما جئت به من ربك إلا أن تأذن لي بالزنا. أنا ما في مثلي أصلي وكذا وكذا، بس بدي أزني يا رسول، أحب الزنا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهل ما لا أبدا. قال تعالى يا بني، فمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حكمة النبي وإلى خلق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال يا بني أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك لا يرضونه. يا بني أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك لا يرضونه. أترضاه لخالتك لعمتك لجدتك؟ قال لا. قال كذلك لا يرضونه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه واشرح صدره ويسر أمره واغفر ذنبه. 4 كلمات دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له ب4 كلمات. قال فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا ورسولا كان أحب شيء على قلبي الزنا عندما دخلت على رسول الله، وعندما خرجت من النبي كان أحب شيء على قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شابا في المجلس بيدي كان بإصبعه خاتم من ذهب، فقال النبي أيليق بأحدكم أن يضع جمرة في أصبعه؟ قال كيف يا رسول الله؟ قال أن يلبس خاتم من ذهب. فأمسك الخاتم وألقاه في المجلس. قال خذه يا بني يعني استفيد من حقه. قال كيف أحمل بيدي جمرة يا رسول الله؟ هذا من الورع. ألقى هذا الذهب ولا يريد حمله ولا يريد أن يستفيد منه حتى. هذا من الورع يا أحباب. نعم تقوى الله في السر والعلن، وهي الورع والاستقامة. أن تكون ورعا لا تقع في الشبهات.
أتدرون لماذا يا أحباب؟ لأن الأولياء عندهم الصغائر كبائر. الصغائر اللي عنا هي كبائر عند أهل الله تبارك وتعالى. الصغائر عندنا هي كبائر عند أهل الله وعند أولياء الله تبارك وتعالى. نعم، الورع والاستقامة. ديننا دين استقامة يا أحباب. ديننا دين استقامة، مو دين دجل ولا دين كذب ولا دين رؤى ولا دين مظاهر. ما ديننا دين مظاهر، ديننا دين استقامة، أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما الشباب في هذه الأيام يتعرضون للفتن، الفتن من أمامهم ومن خلفهم ومن عن يمينهم وعن شمالهم. إذا مشى في الطريق يرى الفتن تقوم من جانبه ومن أمامه. ماذا ينبغي على الشاب؟ عليه أن يتورع، أن يتورع. كيف يتورع؟ أن يغض بصره عن محارم الله، أن يغض بصره عن محارم الله. لا تتظاهر أمام الناس بأنك رجل تقي ورع وبينك وبين الله تنتهك حرمات الله، وتطلق هذا البصر فيما حرم الله تبارك وتعالى. عليك أن تستقيم. إذا رأيت منكرا بعينك عليك أن تغض بصرك عن هذا المنكر ولا تكثر من النظر إليه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه جاء شاب متوضأ بجانبه، قال تب من الزنا يا بني. قال أنا لم أزني يا إمام. كيف تتهمني بالزنا؟ قال تب من الزنا. قال وكيف عرفت؟ قال شممت رائحة ماء وضوئك يتساقط منه رائحة الزنا. قال والله صدقت يا إمام. عندما جئت إلى المسجد رأيت امرأة سافرة، امرأة سافرة، فنظرت إليها وأمعنت النظر وملأت عيني بالنظر إليها. نعم، ورسول الله يقول العين تزني وزناها النظر. العين تزني وزناها النظر. كيف أغض بصري؟ أغض بصري عندما أستقيم على شرع الله. أغض بصري عندما أكون أنا مقتفي أثر رسول الله ومقتديا برسول الله ومتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. عندنا شيء اسمه تخلي وشيء اسمه تحلي يا أحباب. التخلي هو الاستغفار. استغفارك تخلية، أي تخلي قلبك من الرذائل، أي تخلي قلبك مما سوى الله تبارك وتعالى. تكثر من الاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يخلي قلبك من الرذائل فيملأها بالفضائل، أي تخرج هذه الرذائل. فإذا ما صفى قلبك مع الله وتخلى قلبك من الرذائل ثم بعد ذلك تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اسمها تحلية. تحلي هذا القلب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك تغض بصرك عن محارم الله، تغض بصرك وتصم أذنك أن لا تسمع ريبة ولا نميمة ولا غيبة. إذا دخلت إلى مجلس فيه غيبة ونميمة قلت لهم اتقوا الله. لا تخوضوا في أعراض الناس، لا تخوضوا في أعراض الناس. نعم، من الذي يحجبك؟ عملك الصالح، الفضائل. صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام من فوائدها، من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تغض بصرك عن محارم الله وتصم أذنك كذلك عما هو محرم وتمسك لسانك عما هو محرم. لماذا؟ لأنك أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تلوث هذا اللسان
بالغيبة والنميمة. لا تلوث هذا اللسان بالفجور والكلام البذيء. تدري لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استقرت في لسانك وفي فمك. عندما تتكلم يخرج منه نور. الله يفجر الحكمة على لسانك، يفجر الحكمة من قلبك ثم يظهرها على لسانك ثم تطفح على وجهك. هذا النور ينبثق من عينك، ينبثق من قلبك على لسانك، على عينك، على وجهك، على أذنك. نعم، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، الله سمعك أي يكف سمعك عن المحرمات. الله بصرك أي يغض بصرك عن المحرمات. ورجلك لا تمشي إلا إلى المساجد وإلى الصلح بين الناس وإلى ما فيه خير. نعم يا أحباب، تقوى الله تبارك وتعالى هي أول ركن من أركان التصوف، وأول قاعدة من قواعد التصوف تقوى الله في السر والعلن، وهي الورع والاستقامة، أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، والاستقامة عين الكرامة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولنا لقاء آخر مع هذه القواعد المباركة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستقيمون على شرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.